السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 جدا. ايه رأيكم النهارده هنعمل خبز الايراني؟ الخبز الايراني بجد تحفة تحفة تحفة، هيعجبكم وهتعملوه على طول. احلى من العيش الفينو واحلى من اي عيش. بجد طعمه حلو جدا. عجبهم عندي في البيت جدا جدا جدا. يا ريت تجربوه، واللي يجربه يقول لي في الكومنتات رأيه فيه ايه. قبل ما نبدأ الفيديو يلا دوسي لايك وشيري الفيديو لحبايبك واصحابك. بعد اذنك نورتوني، انتوا احلى متابعين، بتشجع بيكم بكومنتاتكم وبالشير وباللايكات بتاعتكم. فيلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف العيش الجميل ده. شايفين طري ازاي؟ بجد تحفة يا جماعة، تحفة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. هجيب بولة من اللي انا بعجن فيها واحط فيها كوباية لبن دافي، كوباية مية دافية، معلقة ونص خميرة، معلقة سكر، وهدوب ده كله مع بعض. دوب الخميرة والسكر كويس جدا. بعد كده هضيف كوبايتين دقيق وهقلبهم كويس قوي قوي، مبقاش فيها اي كلاكيع ولا اي حاجة، تبقى عجينة عاملة زي الكيكة كده اهي زي ما انتوا شايفين كده. وهغطيها وهسيبها 10 دقايق تخمر. بعد العشر دقايق خمرت زي ما انتوا شايفين اهو. هجيب بقى كوبايتين دقيق كمان وهحط باكو بيكنج باودر ونص معلقة ملح ومعلقة خل، ومعايا ربع كوباية زيت سبت منها معلقة على جنب. وبعجن بقى، هشيل المضرب وهعجن بايديا كويس اوي. اول ما الدقيق يختفي هحط معلقة الزيت اللي انا ركنتها على جنب والم بيها العجينة. هي بتبقى عجينة طرية وبتلزق زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي. هغطيها بقى وهسيبها لغاية ما تخمر. زي ما انتوا شايفين العجينة خمرت معايا. هرش رشة دقيق كده على المفرش بتاعي او على الرخامة عشان العجينة بتلزق خالص زي ما انتوا شايفينها اهي. وهنزلها، هسويها كده عشان اعرف اقطعها قطع قد بعض. هقطعها على 4 قطع قد بعض بالظبط. وهعوص ايدي كده بالدقيق وهلمها زي ما انتوا شايفين كده. هلم ال4 قطع. يلا اللي وصل معايا لغاية هنا في الفيديو ما تنساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب للي اول مرة يشوف قناتي. وما تنسوش تزينوا التعليقات بالصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هجيب بقى صاج كده مفروش ورقة زبدة ومدهون بالزيت كويس، وهجيب الرغيف كده عليه، احط 2 في كل صاج وهبططهم بشكل طولي. هجيب الصاج التاني واحط حتتين العجين التانيين عليه اهو، مفروش ورقة زبدة والورقة مدهونة بالزيت. هسيبها ترتاح شوية وهبدأ بقى افرد فيها زي ما انتوا شايفين كده على شكل بيضاوي. خليها سمك واحد تقريبا 1 سنتي، السمك تقريبا 1 سنتي، ما تخليهاش رفيعة قوي. بيتفرد معايا على طول لان الخميرة العجينة مريحة وحلوة ومعجونة كويس. هفرد التاني، اعوص ايدي دقيق كده عشان العجينة ما تلزقش في ايدي. وهفردها برضو بسمك 1 سنتي. بظبط العجينة عشان تبقى كلها سمك واحد.
كده تمام. هسيبهم لغاية ما يخمروا كويس جدا. بعد ما خمروا هاجي كده واعمل بصوابعي تخريز كده عشوائي بعد ما خمرت كويس جدا. بعد كده هجيب بضاية وعليها شوية خل وهركبها كويس، وهدهن العيش من فوق كويس قوي قوي قوي، لازم يدهن كويس. شايفين دهنته كويس ازاي؟ بعد ما دهنت العيش هجيب بقى السمسم وحبة البركة وهرش على الوش كله. السمسم مع حبة البركة بيدوا طعم حلو جدا في المخبوزات. رشيت السمسم عليها كله، هجيب حبة البركة بقى وهرش كده. كده العيش معايا جاهز. هدخله الفرن على درجة حرارة 200، بياخد تقريبا تلت ساعة. شايفين طلع ازاي؟ زي الفل. هغطيه بالفوطة وهسيبه علشان يبرد شوية، ولازم تغطيه عشان يبقى طري. بعد شوية فكشفت عليه العيش، بسم الله ما شاء الله طري جدا. شايفين؟ بجد يا جماعة تحفة. نقطع مع بعض كده ونشوف العيش، وطعمه جميل جدا. ممكن تعملي كمية وتحطها في الفريزر وتطلعيها تسخنيها. بجد قاعد عندي فترة في التلاجة، بطلعه احطه في الميكرويف مفيش 30 ثانية بيبقى زي الفل. يلا بسرعة، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشاركي الفيديو مع حبايبك واصحابك. واللي اول مرة يشرف قناتي ويشوفني ياريت تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد وحصري من فيديوهاتي ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد من قناة اكلة وفكرة مع سمية، في رعاية الله.